واشتعل معنا الميركاتو الصيفي. جميع الأندية الأوروبية الكبيرة قاعدة بتقوم بميركاتو عظيم في هذا الموسم. الأندية اللي السنة الماضية كانت متخاذلة وبتقول لك ما بدي صفقات وما بدي أصرف فلوس مثل هذول الناديين، هذا الموسم قاعدة بتفرط فلوس بالأرض. على سبيل المثال عندك بيريز وفك الجيب على طول. على سبيل المثال أعطي بيلينغهام هون 100 مليون، أعطي هذا النادي 200 مليون، جيب لي يا ابني من هذا النادي ارمي له 300 مليون، هذا اللاعب لاعبنا بس خليه معاهم إعارة آخر الموسم نعطيهم 5 مليون اللي هو الظهير غارسيا، هذا حرام مساكين هذا النادي. بيريز فلت الجيبه، شربوه منوم ولا شو صار معه للزلمه. حتى بي ان سبورت قام هذا الموسم بميركاتو على فكره وسوى ريمونتادا وشغل للسما. شو اللي بيدعي الانديه الكبيره او بيدعي بي ان سبورت ذات نفسها لانه تسوي ميركاتو؟ شو السبب اللي نادي ريال مدريد سوى في هذا الميركاتو العظيم؟ تعالوا بهذا الفيديو نشوف مع بعض ميركاتو نادي ريال مدريد ونقيمه من 10 مع بعض، وعلى الصفقات هل فعليا ريال مدريد محتاجها ولا نادي ريال مدريد عود للهوس القديم اللي هو في موسم 2004 اللي هو موسم الصفقات العالمية فقط. ليش نادي ريال مدريد قاعد بيقوم بهذه الصفقات وهل فعليا محتاجها؟ تعالوا مع بعض نشوف هذا الفيديو. اسلخ لنا اللايك يا وحش بسرعة. في شيء اسمه سبسكرايب تقدر تنزل تسويها. المهم يلا مع بعض نشوف شو محتوى هذا الفيديو. شفنا نادي ريال مدريد قاعد بيعاني سواء على مستوى الليغا او حتى على مستوى دوري ابطال اوروبا. لا تغرك النتائج اللي واجه فيه ليفربول وغيرها من الانديه، نادي ريال مدريد كان قاعد بيعاني فعليا. ليش نادي ريال مدريد كان قاعد بيعاني؟ قاعد بيعاني بسبب سوء الدكه اللي عنده لاعبين هو مش محتاجهم مثل اسينسيو وهازارد، عنده لاعبين ماريانو شو وظيفته، بنزيما اللي كان تعبان. ريال مدريد كان فعليا بحاجه للدكه وخصوصا على مراكز الاظهره الميته تماما وحتى على مستوى الوسط. اول شيء على مستوى الوسط لانه عندك لاعبين مثل مودريتش وكروس على اخر ايامهم في كره القدم، قدوا كل شيء، فلازم يكون في لهم بدلاء بامكانيات عظيمه الى انه يعوضوا هذول اللاعبين. وفعليا نادي ريال مدريد عوضهم بصفقه اسمها جود بيلينغهام. جود بيلينغهام بيمتاز بالعديد من الصفات، ابرزها على هاي الصفات هو تحركه في مركز اللاعب الرقم 10 او خلف المهاجم او على مركز خطوط الوسط كامله، وهذا الشيء اللي شفنا فيه بيب جوارديولا وكلوب ميتين على لاعب اسمه جود بيلينغهام. فصفقه بيلينغهام لنادي ريال مدريد هي اعظم صفقه قام فيها نادي ريال مدريد لهذا الموسم. ما راح اقول لك عن اردا، ما راح اقول لك على غارسيا، راح اقول لك على جود بيلينغهام لانه معوض حقيقي في خط الوسط لكل من كروز ومودريتش، عنده صفات اللاعبين الاثنين وقابل للتطوير. على الطرف الثاني فراح نقيم صفقة جود بيلينغهام 10 من 10 لنادي ريال مدريد لأنه صفقة سوبر، ولا تستغربوا بعد بهذا الموسم أو موسمين تشوفوه لاعب بيمتاز في خط الوسط وبيحصل على جوائز أفضل لاعب وسط. على الطرف الثاني عندك نادي ريال مدريد قام بصفقة الظهير الأيسر اللي بيعاني منها نادي ريال مدريد. في عند نادي ريال مدريد ظهير عصري ممتاز خليفة مارسيلو، اسمه شو؟ اسمه ميندي، الظاهرة الأسطورة. ميندي اللي اجى عشان يعوض مارسيلو، بس هو حقيقة عوض مين؟ عوض فاران في قلب دفاع نادي ريال مدريد، صاحب الهفوات العظيمه اللي ما بيعرف يعرض بالهجوم. هو فعليا عنده ادوار دفاعيه جيده، بس انت مش مطالب انك تكون دفاعي بهذا الشكل قد ما مطالب لانك تكون هجومي. اجى على ذلك ميندي، اجى مكانه لاعب على فكره بيمتاز باللياقه والقوه والسرعه، معوض لمارسيلو حقيقي في نادي ريال مدريد اسمه غارسيا اللي فعليا راح يعوض مارسيلو. فهي التقييم لهي الصفقة راح تكون ممكن نقول 9 أو 8 من 10 بالنسبة لنادي ريال مدريد. احنا قاعدين بنقيم مش بالنسبة انه اللاعب قديش واو، لأنه راح يثبت لسه على الموسم هو قديش واو أو قديش هو ممتاز يعني. المهم عندك هالصفقتين بنقيمهم بشكل ممتاز. ليش نادي ريال مدريد جاب إبراهيم دياز؟ هل هو فعليا معوض إبراهيم دياز؟ لا. اسينسيو في الهجوم بقدر اقول لك لا، ولكن نادي ريال مدريد ما فيه اي لاعب عنده بمركز الرقم 10 او المهاجم الوهمي او خلف المهاجم. نادي ريال مدريد حاليا قاعد بيحاول يسيطر على خط الوسط بحيث انه لو غير تشكيلته ما يكون عنده اي اسباب الا انه نادي ريال مدريد يكون متخوف انه ممكن مثلا لاعبين الاصابات كروز مودريتش ما عاد يأدوا، فلا راح يكون لهم بدائل حقيقيين، وبنفس الوقت هاي البدائل بيقدروا يلعبوا في الهجوم كمان مع مثلا فينيسيوس ورودريجو. وحاليا راح نشوف كيليان امبابي، والكلام عن كيليان امبابي اخر تطورات صفقه كيليان امبابي لانه باريس سان جيرمان راح يقبل ب 180 يورو 180 مليون يورو بمناسبة انه يجي كيليان امبابي على نادي ريال مدريد بنفس القيمة اللي اخذها كيليان امبابي او اللي اخذها باريس من نادي موناكو على قدوم كيليان امبابي الى نادي باريس سان جيرمان في ذلك الوقت. فحاليا باريس سان جيرمان قبل لانه يستغل على امبابي، بس هو حاليا قاعد بيقوم بالشوشرة شوي تعذيب لامبابي لادارة نادي ريال مدريد انه احنا مش بالساهل لانه نعطيكم هذا اللاعب بشكل سهل. امبابي هو جوهرة ثمينة واحسن لاعب بالعالم حاليا، فامبابي بنقدر نقول الى انه 99% هو راح يجي على نادي ريال مدريد، بس بعد
بعد ما يخلصوا الدورة الصيفية عشان يجي على نادي ريال مدريد. وهي الصفقة لو اجت على نادي ريال مدريد راح تكون بالمساواة مع جود بيلينغهام وراح نقيمها 10 من 10. وفعليا انا ضميت مبابي لانه بشكل رسمي نادي باريس سان جيرمان استبعد مبابي من الميركاتو او من ميركاتو، استبعد مبابي من مواجهات الصيفية. فعلى ذلك هاي صفقات نادي ريال مدريد الممتازة. ظل عندنا صفقة انا شايفها لانها مهمة رغم ما انا اخذت اي صيت اعلامي كبير غير اول ما انضم، الا وهو اسمه أردرا جولر. اللاعب اللي ما بدي اقول لك عنه ميسي وكريستيانو ومعوض فلان الفلاني، لا، بس لاعب عنده موهبة حقيقية قابلة للتطوير. عيبه الوحيد يمكن لانه تسرع في الانضمام لنادي ريال مدريد، او حتى لو راح لنادي برشلونة راح يعاني. فحاليا انضمامه لنادي ريال مدريد بوقت متسرع لو اجى عليه اي ضغط اعلامي كبير راح يعاني منه أردرا جولر في التطوير. ولكن هذا اللاعب عنده موهبة وممكن نقيم هاي الصفقة 7 من 10 لأنه فعليا لاعب موهوب ولاعب عنده لمسته الخاصة، بس لانه بيحتاج للتطوير، وهذا الامر اللي بيعتمد 100% على المدرب العظيم اللي اسمه انشيلوتي. نادي ريال مدريد بعد ما فك كل هاي الجيبه وفلورنتينو بيريز حل الفلوس وطلع اللي تحت البلاطه وجاب كل هاي الصفقات، اتوقع لانه نادي ريال مدريد حاليا ما بيحتاج اي لاعب اضافي سواء الكيليان مبابي او سلاح في النينجا، هذا اللي معقدهم. فحاليا نادي ريال مدريد هو قام بميركاتو عظيم جدا بالنسبه لنادي ريال مدريد، بس ما قام بميركاتو مبالغ فيه، لان كل هاي الصفقات هي فقط معوضه لنادي ريال مدريد. وحلقاتنا راح تكون الجايه كلها عن تقييم الانديه لا الميركاتو العظيم اللي قاعدين بيقوموا فيها، وهل فعليا هاي الصفقات هي محتاجه ولا مش محتاجه، ولا هي صفقات جيده ولا مش جيده بالنسبه للنادي اللي قاعد بيضم هاي الصفقات. فتقييمنا لميركاتو نادي ريال مدريد الكامل هو 8.4 من 10. ولا تقول ليش 8.4؟ لاني بحب اتفلسف. المهم 8.4 هو تقييم نادي ريال مدريد بالميركاتو، وفعليا ميركاتو جيد لنادي ريال مدريد. ما ينقصهم هو المهاجم الصريح او معوض لكريم بنزيما، واللي راح يكون كيليان مبابي، وهي ثالث مره بقول لكم اياها بالفيديو. بس ختاميا اذا عجبكم هذا الفيديو او عجبتكم هاي السلسله راح نسويها اللي كل يوم راح نسوي عن ميركاتو جديد وعن نادي جديد، لا تنسانا بضغطك باللايك والاشتراك وتتركوا لنا رايك بالتعليقات عن المحتوى اللي قاعدين بنقدمه. هل فعليا انتم شايفين ميركاتو نادي ريال مدريد؟ وقولوا لي تقييمكم بالتعليقات لهالميركاتو، هل هو عظيم مثل ما انا شايفه ولا انا مهووس بعالم ثاني بفلوس اللي بيريز قاعد بدفعها في هذا الميركاتو؟ ختاميا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا بضغطكم باللايك والاشتراك وتتركوا لنا رايكم بالتعليقات عن المحتوى اللي قاعدين نقدمه. كان معكم اخوكم ماجد من قناتنا وقناتكم. ختاميا والسلام عليكم.